2022 عام أسود لكرة القدم الجزائرية. كانت 2022 سنة صعبة لكرة القدم الجزائرية التي لم تتألق في مختلف الجبهات، وهو ما أثار غضبا وقلقا للمشجعين، خاصة على مستوى المنتخب الأول الذي فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 التي اختتمت قبل أيام في قطر 2000 في قطر، وهي النكسة التي غطت على كل الإخفاقات الأخرى وخلفت هزات عنيفة في الكرة المحلية. وكان الإخفاق في العام الذي يقترب من الرحيل قد بدأ مع المنتخب الأول الذي يشرف عليه جمال بالماضي بعد الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية شهر مطلع العام في الكاميرون. ورغم أن رفاق القائد رياض محرز دخلوا المنافسة وهم حاملو اللقب، فإنهم قدموا مردودا كارثيا في مجموعتهم وودعوا المنافسة وسط العديد من علامات الاستفهام، رغم محاولة البعض ربط الفشل بالأرضيات السيئة لملاعب الكاميرون. وتم تجديد الثقة في بالماضي وتلقى دعما منقطع النظير من طرف الجميع، أملا في تحقيق الهدف الأسمى وهو بلوغ المونديال لرابع مرة في تاريخ الكرة الجزائرية. وبعد مشوار مميز في مرحلة المجموعات، أوقعت قرعة الدور الفاصل الخضر في مواجهة الكاميرون مع أفضل خوض لقاء الإياب بالجزائر، مع أفضلية خوض اللقاء لإياب بالجزائر. وبعد الفوز في الذهاب والاقتراب من التأهل، حدث ما لم يكن في الحسبان في مارس آذار الماضي بملعب مصطفى تشاكر في موقعة الإياب، حين نجح منتخب الكاميرون في قلب الطاولة والعودة ببطاقة التأهل إلى كأس العالم عقب الفوز 2-1 في سيناريو بقي محفورا في أذهان الملايين من الجزائريين، خاصة الهدف الثاني الذي جاء في الثواني الأخيرة. وحمل البعض الحكم الجامبي بكاري كسام المسؤولية، وأثيرت ضجة كبيرة حوله وحول اللقاء استمرت حتى الوصول إلى كأس العالم في قطر، حين اعتدى رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو على الشعب الجزائري، سأله عن حصول الحكم على رشوة، ودفع رئيس الاتحاد الجزائري اللعبة السابق شرف الدين عمارة الثمن غاليا عندما اضطر إلى تقديم استقالته بعد مرور عام واحد على انتخابه خلفا لسلفه خير الدين زاتشي. وعاشت الكرة الجزائرية مرحلة فراغ على المستوى الإداري قبل انتخاب الرئيس الحالي جهيز فيز رئيسا جديدا. وطال الفشل أيضا المنتخب الأولمبي الذي يدرب نور الدين وليد علي، ولم تنجح هذه الفئة لأقل من 23 عاما في التأهل لكأس الأمم كذلك للأولمبياد باريس 2024. وسار منتخب أقل من 20 سنة على نفس النهج خلال العام الحالي.